ابو شعلان ده اللي في الضفه الثانيه من رفح، تبع رفح الفلسطينيه. طب ابو شعلان ده عنده بنت حلوه برضه؟ انا بسأل بس يمكن يكون وشنا حلو عليه نروح نلاقيها بتتجوز يا رخ. الو، يا حيا ابو شعلان. يا هلا، حياك الله. اسمع، انا زعلان منك. اي زعلان منك وزعلان بحيل بعد. انت وينك يا رجال؟ وينك للحين؟ ليه ما جيت الفرح ها؟ زين زين زين، ما يخالف، عذرك مقبول. اسمع، الشباب يجونك الحين. اي الحين يجونك. زين، هلا هلا هلا. تعال. يلا كل واحد ياخد ازازه ميه وازازه لبن وانبوبه اكسجين. هما مدينا ازازه ميه ليه يا ناجي بيه؟ عشان لو عطشت. طب مدينا ازازه لبن ليه يا ناجي بيه؟ عشان لو ما عطشتش. مؤاخذة يا باشا، هي الشيشة دي نظامها ايه؟ شيشه ايه؟ دي انبوبه اكسجين. أكسجين؟ ليه؟ هنلهم حاجة هناك؟ اسمع عادة اهو، انا مش عايز قلب الدماغ. زي ما اعمل تعمله بالظبط. احنا صرنا جاهزين. يلا يلا بقى. يا نهار اسود، ده ضلمه قوي. نصيبا للقاتل على المقتول. النور اهو زي الفل. فرح العمده تحت. النبي خف النور شويه يا ابو موسى. لا والنبي يا ناجي بيه ما تخلوش يخف النور، ابوس ايدك. خلاص بلاش يا ابو موسى. حسام. تمام يا باشا. ابراهيم. 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 ايه يلا انزل. يلا انزل. أنا راجل غطاس، الموضوع ده تافه بالنسبة لي. حسام. حسام. أنت فين يا حبيبي؟ شيخ حسن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. تهامي. انزل بالراحه، ها؟ نفق متلصم، ما تدبش على الارض. عمرك يا باشا. زاهر. لا بلاش انا والنبي يا ناجي بيه، بلاش انا والنبي، ده ضيق قوي. انا حاسس ان انا هتخنق تحت، انا عندي فوبيا من الاماكن المقفوله. الله جرى يا باشمهندس، ما تهبق وتنزل. الله ده شكله حتى شرح وبارح. ده بركته حك اللي كان فيه ياما. ده عظمه. الله. ما تنزل يا باشا، دي شكلها شرحه وبرحه. طبعا. ما هو ده بالنسبه للنفق اللي انت قاعد فيه انت وامك، ده يعتبر سويد. يلا يا زاهر
بلاش والنبي بلاش والنبي. يلا امسك ايدي امسك ايدي. اقفوا معايا يا تهامي. انزل 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 انزل. انزل ما تخافش انزل. تمام يا باشا. انا عارف ان انتوا قلقانين، بس فكروا كده واحنا راجعين ومعانا الفلوس ومخلصين الشغلانه، وكل واحد بيحقق الحلم اللي كان بيحلم بيه. اكيد احساسكم هيكون مختلف عن احساسكم دلوقتي. احنا هنرجع من نفس النفق ده يا باشا؟ طبعا. محدش فيكم يعني سألني انا ليه اخترت اللي احنا هنخرج من هنا ونرجع من هنا. والله يا باشا انا كنت عاوز اسالك السؤال ده، بس حضرتك مانع الاسئله. لا بالعكس، ده سؤال كويس. ربنا يكرمك. احنا لو كنا عدينا من المعبر بتاع الحكومه كان لازم يشوفوا الباسبورتات بتاعتنا ويثبتوا دخولنا. احنا دلوقتي لا خرجنا ولا دخلنا، دلوقتي احنا لسه بور فؤاد، ولا يمكن لاي حد يقدر يثبت اللي احنا لينا علاقه بالموضوع. ايه المفهوميه دي يا كبير؟ عليا النعمه، ده انت دماغك تسع بدل الدنيا الف. يا ابني عايز تقنعني انك فاهم كلمه من كلام الباشا؟ لا. طب نقطنا بسكاتك بقى. ايوه يا باشا، بس النفق ده ممكن يقع علينا. يا زاهر يا حبيبي، لازم تعرف ان انا اخترت النفق ده مش اعتباطي. ما الانفاق كتير ويعدونا بفلوس اقل من اللي احنا دفعناها لبابوسه. انما احقاقا للحق الراجل ده عامل النفق بضمير، ده حاطط حديد مسلح. والله زين ما اخترت يا ريس، الغالي ثمنه فيه برضه. والنفق ده طوله قد ايه يا باشا؟ 9 كيلو. 9 كيلو؟ انتوا فاكرين في بور فؤاد لما كنت بمشيكوا من الفيلا لغايه المعديه كانت المسافه 18 كيلو، يعني المسافه دي النص بالظبط. بس ده كان على البحر يا ريس، مش في نفق لا مؤاخذه. انا مش عايزكم تفكروا ان احنا ماشيين في نفق. تخيلوا ان احنا ماشيين على البحر بنتفسح. ما بتعرفوش تتخيلوا؟ فاكرين لما كنت بقول لكم غمضوا عينيكم؟ يا سبحان الله يا سبحان الله، اهو الانسان مصيره في النهايه حفره زي دي. الانسان لو يتعظ. افتكر لنا حاجه حلوه يا شيخ حسن، بقول لكم تمشوا على البحر. انا متخيل، والمصحف انا متخيل. متخيل ايه يا ابراهيم؟ انا في مارينا. الواد ده خياله عالي قوي. شايف ايه؟ ده انا شايف حته مزه ماشيه على البحر ولابسه مايو ابيض، ايه حكايه. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ما تسيب الراجل يتخيل يا شيخ حسن، هتخش له كمان في خياله. هو